الحلقه ديت هنشرح الدرس الرابع اللي اتعلمه روبوت من ابو الغني، وهقول لك ايه هو مفتاح الثراء اللي ربنا عطاه لكل الناس، موجود مع الفقير وموجود مع الغني، لكن الاغنياء بيستخدموه بشكل صح اما الفقراء بيستخدموه بشكل غلط. اهلا بك يا صديقي في قناه دوبامين العقل، معاك احمد عثمان مؤسس هذا القناه. فكره القناه ان اقرا الكتاب واديك فائده القراءه من غير ما تقرا ولا سطر. لو عجبتك فكره القناه ستشد تشرفنا بالاشتراك. هات مشروبك المفضل عشان عندنا جرعه عاليه جدا من الدوبامين في الفيديو ده. بيقول مايك لروبرت صاحبه: لقد حضرت محاضرة موجود فيها مؤسس سلسلة مطاعم ماكدونالدز. بص، ما كنا احنا قاعدين طلع ولقى علينا كلمة، سألنا سؤال: انتوا عارفين انا شغال ايه؟ فضحك كل الموجود في القاعة، ضحك. قالوا له: انت بتقول ايه؟ انت بتقول انت شغال ايه؟ اكيد انت شغال تدير سلسلة مطاعم ماكدونالدز. فضحك وقال لهم: دي الإجابة اللي انا كنت متأكد انكم هتردوا عليا تقولوها لي، لكن الحقيقة شغلي هو العقارات. انا بشتغل في العقارات وبشتري الارض المناسبة عشان خاطر ابني عليها مطعم ماكدونالدز، لكن عملي الخاص هو إدارة سلسلة مطاعم ماكدونالدز. تعال افهمك ايه الفرق بين المهنه وايه الفرق بين العمل الخاص. المهنه هي الشغلانه اللي انت بتشتغلها عشان خاطر تاخد عليها فلوس، زي مثلا دكتور. الدكتور ده اختار مجال الطب ولم يكن الجراحه، وفضل يدرس فيه 5 6 سنين عشان خاطر بعد كده يطلع يشتغل مهنه، المهنه دي تجيب له فلوس. يبقى المهنه هي اي شغلانه انت بتشتغلها عشان خاطر تجيب منها فلوس، حتى لو انت بتحبها، سواء انت بتحب الشغلانه دي او انت ما بتحبهاش. ممكن تكون مثلا المهنه ممكن تكون نجار، ممكن يكون سباك، ممكن يكون مهندس، ممكن يكون محاسب. كل ديت تندرج تحت كلمه مهنه، هي شغلانه انت بتعرف تشتغلها عشان خاطر تجيب منها فلوس. اما العمل الخاص هو الشيء اللي انت بتحب تعمله بجد، والشيء ده عن طريق ان انت بتعمله الشيء ده بيدخل عليك فلوس، والشيء ده لازم تشتغل عليه وتنميه عشان دي فعلا هو اللي هيوصلك للثراء. عشان خاطر كده الاب السري بيقول لك لازما ان انت يكون عندك مهنه ويكون عندك عمل خاص. والعمل الخاص دي انا بشبهه بالشغف. الشغف دي بيختلف من واحد للتاني. واحد مثلا ممكن يكون عمله الخاص او شغفه لعب الكوره، في ناس ثانيه الشغف بتاعها البرمجه اللي هو كتابه الكود. فممكن يكون هو محاسب، وممكن يكون هو دكتور وتلاقيه برضه مهتم بالبرمجه او مهتم مثلا بكتابه الكود. ممكن يكون هو محاسب وممكن يكون هو دكتور تلاقيه برضه بيحب يلعب كوره. فكل ده المهنه حاجه والعمل الخاص حاجه. فالاب السري بيقول لك اهتم بعملك الخاص عشان خاطر هو دي مفتاحك للثراء. بيقول الاب السري: انا سالت نفرين قلت له ما هو عملكم؟ انتم شغالين في ايه؟ قالوا والله نحن نعمل في بنك. فقال لهم: هل انتم تمتلكونه؟ هل انتم تمتلكوا المصرف الخاص ده؟ او هل انتم تمتلكوا البنك؟ فالاجابه كانت لا، احنا ما بنمتلكوش البنك ده، احنا شغالين هناك بس. فيقول الاب السري: هناك امران يخلط بينهم الناس، بيخلطوا ما بين العمل الخاص ويخلطوا ما بين مهنتهم. فالاثنين دول المهنه بتاعتهم هو العمل في المصرف، لكن هم لسه في حاجه الى عمل خاص. بيقول الاب السري ان معظم الناس بينسوا التفكير في عملهم الخاص، ويفضلوا طول حياتهم في التفكير في العمل لصالح الاخرين وجعل الاخرين دول اثرياء. يعني مثلا اللي شغال في المصرف ده او اللي كان شغال في بنك هو نسى عمله الخاص، لكنه يزيد من يعمل عنده. يعني اللي هو شغال عنده دي هو بيزيده ثراء اكتر. هو نسى نفسه كده خلاص، هو كده شغال عند واحد تاني، الواحد التاني دي بيزداد غنى وهو لسه هيبقى يفضل في نفس المستوى اللي عايش فيه. لازم نكون فاكرين الدرس اللي اتعلمه روبرت هو ان الاغنياء لا يعملون من اجل المال، ولكن المال هو الذي يعمل من اجلهم. الغني ما بيشتغلش عشان خاطر الفلوس، لا هو بيجيب واحد يشتغل عنده، تمام، هو يزداد غنى والواحد يتني زي ما هو. فبيقول لك الناس ما عادش عارفه تفرق ما بين العمل الخاص وما بين المهنه بتاعتهم. بيقول الاب السري: وفي الغالب بتكون المعاناه الماليه بسبب قيام الناس بالعمل طول حياتهم من اجل شخص. فانت لما تشتغل عند حد وتنسى نفسك فانت كده بتغني الشخص اللي انت شغال عنده، مهما كانت بقى وظيفه، مهما كنت شغال في مهنه، مهما بدل انت مالكش عمل خاص بيك، فانت كده طول ما انت شغال عند حد فانت بتغني اللي انت شغال عنده. بيقول الاب السري: ابدا التفكير في عملك الخاص واحتفظ بوظيفتك اليوميه وابدا في شراء الاصول الحقيقيه. بص يا صديقي، انا عايزك تخلي المهنه هي اللي تكون سبب في نجاح عملك الخاص. يعني مثلا لو عملك الخاص دي محتاج فلوس، عملك الخاص عشان خاطر انت تعمله هو محتاج في الاول شويه فلوس كده، فانت تعمل ايه؟ تعالى ابسط لك الموضوع. والله في الموضوع ده حصل مع واحد صاحبي انا اعرفه. صاحبي ده كان بيعشق البرمجه، هو كان بيعشق حاجه اسمها برمجه وبيعشق حاجه اسمها تكنولوجيا، بس هو كان المهنه بتاعته كان شغال نجار، وساعتها كده ما كانش معاه فلوس ان هو يجيب اللاب اللي هيبدع بيه. كان بيفضل شغال طول اليوم، والفلوس اللي كان بياخدها كان بيروح يحطها في جمعيه لحد ما يجمع ثمن اللاب، وراح فعلا اتعلم شغفه وفضل شغال على عمله الخاص لحد ما اتعلم البرمجه. ودلوقتي هو ساب الشغلانه المهنه اللي هو كان فيها وتعلم البرمجه وسافر، وحاليا دلوقتي هو بيقبض بالدولارات. ايه الحكمه من ده؟ انا لما قريت الكتاب ده لقيت فعلا الكلام ده صح. ايوه فعلا لازم انك تهتم بعملك الخاص وتخلي المهنه هي الوسيله اللي تساعدك انك تهتم بعملك الخاص. عشان خاطر كده الاب الغني بيقول لك مهما كانت المهنه بتاعتك خليها تساعدك انك تبدا في عملك الخاص، يعني خليها هي الوسيله اللي عشان خاطر انت تبدا في عملك الخاص، وبطل اعذار وابدا في عملك الخاص من الصبح. يعني شوف انت شغفك ايه او انت بتحب ايه
وابدا لو خطوه واحده بس لعملك الخاص. وزي ما فهمنا قبل كده، عشان تبدا في عملك الخاص عن طريق مهنتك لازم انك تبدا تجمع الاصول، واوعى تخلط بين الامرين، اوعى تخلط ما بين العمل الخاص واوعى تخلط بين المهنه بتاعتك. هنا نكون خلصنا الدرس الثالث لتعلم روبوت من ابو الغني. ان شاء الله المره الجايه هنشرح الدرس الرابع لتعلم روبوت من ابو الغني. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تشاركنا باشتراكك وتشارك الحلقه مع حبايبك.